في فرق كبير قوي بين مطبخ تدخله وتبقى متضايق حر وريحة مش حلوة، ومطبخ تاني تحس إنك فايق كده والهوا نضيف. عايزين نفهم إزاي نوصل للمطبخ المريح ده. التهوية الكويسة في المطبخ دي أساسية عشان صحتنا. صحتنا إزاي؟ يعني من الريحة بس؟ مش بس الريحة، أبخرة الطبخ دي وبالذات بقى أبخرة القلي والتحمير فيها حاجات مضرة لو بنستنشقها كتير. عندك مثلا الرطوبة الزيادة، التهوية الكويسة بتخلصنا منها. الرطوبة دي بتعمل عفن وفطريات على الحيطان. كمان بتحافظ على الأجهزة نفسها فالتهوية بتطول عمرها الافتراضي شوية، وفي الآخر يعني بتخليكي تطبخي في جو أريح، حرارة أقل ورطوبة أقل. ولما التهوية الطبيعية يعني الشباك مثلا مش بتكون كافية، هنا بقى بندخل على التهوية الصناعية، الشفاطات. الأول وده يمكن أشهرهم الشفاط المروحة العادي، بيركب فوق البوتاجاز عادة. ميزته إنه بسيط وسعره قليل نسبياً، وفي منه أنواع بتشتغل شفط وهواء، بس عيبه بقى إن الدهون بتتراكم عليه بسرعة ومحتاج يتنظف على طول. النوع التاني هو الشفاط البيلت إن، ده بيبقى شكله شيك كده ومتناسق مع ديزاين المطبخ، بيركب تحت الوحدات العلوية. طب وده بيشتغل إزاي من غير مدخنة؟ يعني الهوا بيروح فين؟ فكرته إنه بيسحب الهواء يعديه على فلاتر كربون، الفلاتر دي بتنقي الريحة والدخان، وبعدين يرجع الهواء ده تاني للمطبخ. هل ده بنفس كفاءة الشفاط اللي بيطرد الهواء لبره خالص؟ بتكون أقل شوية من الأنواع اللي ليها مدخنة وبتطرد الهواء بره، وفعلا فلتر الكربون ده لازم يتغير كل فترة، يعني كل 3 ل6 شهور تقريبا. النوع الثالث هو الشفاطات الهرمية اللي هي بمدخنة طالعة لفوق دي، ودي تعتبر من أقوى الأنواع في الشفط، بتسحب كمية هواء كويسة وتطردها بره عن طريق المدخنة، فيها فلاتر معدن ألومنيوم غالبا. يعني مش بنغيرها زي فلاتر الكربون؟ لا بتتغسل، بس طبعا لو الفلتر اتقطع أو باظ خالص لازم يتغير ساعتها. عيبها بقى إن حجمه بيكون كبير شوية، فممكن ما تناسبش المطابخ الصغيرة قوي، وصوتها ممكن يكون عالي حبة خصوصا على السرعات العالية. تمام. وآخر النوع؟ شفاط السقف ده بيركب لو في سقف ساقط جيبسون بورد، يعني بيبقى شكله شيك قوي ومش باين خالص، والمدخنة بتاعته بتبقى مستخبية فوق السقف ده. نيجي بقى للسؤال المهم، إيه أهم حاجة أركز عليها؟ بصي، القوة والصوت. قوة الشفط دي بتتقاس بوحدة اسمها CFM، قدم مكعب في الدقيقة. ببساطة الرقم ده بيقولك الشفاط بيقدر يسحب هواء قد إيه. بتحسبي حجم المطبخ، طول في عرض في ارتفاع، بالمتر المكعب، وبعدين بتحولي الرقم ده لقدم مكعب. الرقم اللي يطلع ده بتضربيه في حوالي 12، ده متوسط عدد مرات تغيير الهواء في المطبخ في الساعة اللي بينصحوا بيه. الناتج تقسميه على 60. الرقم الأخير ده هو قوة الشفط المطلوبة لمطبخك. والنقطة التانية الصوت، ودي بقى شكوى العصر من الشفاطات. لازم نسأل ونتأكد من مستوى الدوشة بتاعته بالديسيبل، يعني على السرعات المختلفة بتاعته قبل ما نشتري. يعني نوازن بين القوة والصوت الهادي قدر الإمكان. طيب اشترينا الشفاط المناسب، نيجي للتركيب. أهم حاجة تقريبا هي مسافة التركيب، يعني المسافة بين سطح البوتاجاز وبين الشفاط نفسه. لازم نلتزم بالمسافة اللي مكتوبة في الكتالوج بتاع الشفاط، بتكون بين 65 و 75 سنتي. لو الشفاط قريب قوي من النار والدهون متراكمة على الفلاتر بتاعته، لا قدر الله ممكن الدهون دي تولع وتعمل حريقة. والسبب التاني عملي أكتر، عشان سهولة الحركة، يعني عشان اللي بيطبخ ما يلاقيش نفسه كل شوية بيخبط دماغه في الشفاط وهو بيتحرك قدام البوتاجاز. دلوقتي دورك تقولي لنا في التعليقات نوع الشفاط اللي بتفضليه، وتابعي معانا سلسلة تركات المطبخ اللي هتحقق لك الشياكة والراحة وتخلي كل لحظة فيه تبقى أمتع.